التيك توك مش وحش، ولو انت شايف ان التيك توك ده يعني تطبيق وحش او تطبيق يعني بيبوظ الدنيا عندك او في افكارك، فكده الخلل هيبقى من عندك انت، وانت اللي بتدور على الحاجات الوحشة دي بنفسك. هتقولي بقى يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك روح اتفرج على الانترو الاول. تعال. اهلا بيك حبيب اخوك في فيديو جديد من سلسلة حاجات محتاجين نفهمها، السلسلة اللي بتنزل كل يوم تلات هنا على القناة، واللي بنتكلم فيها عن حاجات مهمة ليك وليا ومحتاجين ان احنا نفهمها. فانا اخوك اسلام وجاي النهاردة اكلمك عن التطبيقات بتاعة السوشيال ميديا، وتحديدا الابليكيشن اللي هو او التطبيق يعني اللي هو اسمه تيك توك. بص يا حبيب اخوك، في كام حاجة كده بس احنا محتاجين نفهمها في الاول. التيك توك عبارة عن تطبيق يعني زي التطبيقات، يهمه الربح في المقام الأول، ويهمه إن أنت تفضل قاعد عليه طول الوقت. مش مهم بقى أنت قاعد بتتفرج على قرآن ولا قاعد بتتفرج على أغاني أو قاعد بتتفرج على حتى حيوانات بتتصارع. خليك حاطط في دماغك إن التارجت بتاع أي أبلكيشن يعني من اللي هم الأبلكيشنز بتوع السوشيال ميديا، سواء بقى تيك توك، فيس، انستا، يوتيوب، يعني التارجت بتاع اي ابلكيشن من دول هو ان انت تفضل فاتح الابلكيشن ده اطول فتره ممكنه. فعشان كده هو هتلاقيه دايما يعني عايز يعرض لك الحاجات اللي انت بتحبها. لو حاسس ان انت متلخبط او مش فاهم معنى كلامي، تعال اقول لك يعني ايه الكلام ده. بس في الاول هتنزل تعمل سبسكرايب عشان عايزين نوصل لل 10K، عايزين نوصل ل 10000 قبل نهايه السنه. عملت سبسكرايب خلاص ويعني وعملت لايك وروقت الدنيا كده في التعليقات. تعالى بقى اقول لك كلامي ده يعني ايه، يعني بص بكل بساطه. تعالى كده يا حبيب اخوك، لنفترض ان انت بتحب المحتوى الطبي مثلا، فاول ما جه قدامك يعني احنا دلوقتي فاتحين التيك توك، اول ما جه قدامك فيديو لاي حاجه طبيه فضلت تسمع الفيديو ده لحد الاخر، فجالك يعني الفيديو اللي بعده وانت بتسكرول جالك اغنيه، تمام؟ فما سمعتش منها اي حاجه وقمت قالب على اللي بعده، جالك اغنيه تاني فبرضه قمت عامل سكرول وقمت مكمل على اللي بعده وما سمعتش منها اي حاجه، فجالك بعديهم محتوى طبي ففضلت قاعد تتفرج عليه شويه حلوين. فهنا يا حبيب اخوك يعني بيجي بقى دور الايه، الالجوريزم او الخوارزميات بتاعت اي تطبيق للسوشيال ميديا. فالالجوريزم مثلا بتاعت التيك توك فهمت ان اللي بيشدك وبيخليك قاعد تتفرج هو المحتوى الطبي مش الاغاني. فهو هنا بيهمه ايه؟ بيهمه ان انت تفضل قاعد اطول فتره ممكنه، هيعرض لك الحاجه اللي انت بتحبها اللي هي المحتوى الطبي، ومش هيعرض لك الاغاني، لان هو مش عايز يخسرك او يعني مش عايز يخليك تسيب التطبيق وتخرج، لان هو يعني لو بيعرض لك الحاجه اللي بتحبها وبتشدك هتفضل قاعد، انما لو هو عرض لك حاجه انت مثلا مش بتحبها فهتسيب التطبيق وتطلع. فهو مش عايز كده، هو عايزك تفضل قاعد اطول فتره ممكنه. فهتلاقيه بيعرض لك اللي هو المحتوى الطبي اللي انت بتحب تتفرج عليه، وهيقلل ظهور الاغاني ليك لانك مش عايز تسمعها ومش بتشدك اصلا. وعلى فكره الموضوع ده عن تجربه، لان انا لما مثلا كنت شغال في الصيدليه كنت اكتر حاجه بتفرج عليها في التيك توك هو الحاجات المحتوى بتاع الصيدليه والكلام ده كله. فالفيديوهات عندي بقت عباره عن المحتوى اللي هو بتاع الصيدليه. حتى مثلا لما كانت اختي تيجي تفتح التيك توك من عندي تقول لي هو ليه كل الفيديوهات عن الصيدليه او الادويه او المواد الفعاله والكلام ده كله. فملخص الموضوع يا حبيب اخوك هو ان التيك توك هيعرض لك الحاجة اللي تخليك فاتح التطبيق اكتر وقت ممكن، حتى لو كانت الحاجة دي قرآن، عشان بس نبقى متفقين. لان انت لو بتتفرج على قرآن كتير وما بتتفرجش على اغاني فهو مش هيعرض لك الاغاني اصلا، هو هيعرض لك الحاجات اللي انت بتحبها. وانا عايزك انت تجرب الموضوع ده بنفسك، عايزك مثلا يعني تفتح اي تطبيق ايا كان هو ايه، وما تتفرجش غير على الفيديوهات اللي هي القرآنية بس، سواء كمان يعني على التيك توك أو على الانستا أو على الفيس، المهم ما تتفرجش غير على فيديوهات قرآنية. واقفل الابليكيشن وارجع افتحه تاني بعدها بشوية، هتلاقيه بيجس نبضك كده في الأول بحاجة غير القرآن. لو لقاك قلبت عنها على طول وما كملتهاش فهو هيفهم إن أنت لسه زي ما أنت، وهيبدأ يجيب لك فيديوهات قرآنية عشان يفضل ضامن يعني إن أنت تفضل قاعد على التطبيق ده أكتر وقت ممكن. تمام؟ طيب، آخر حاجة عايز أفهمها لك إن التطبيق ده مش إنسان، هو ما بيعرفش يميز فيديوهات القرآن من فيديوهات الأغاني، من الفيديوهات اللي هي يعني فيها قلة أدب، من الفيديوهات اللي هي فيها إيحاءات مثلا زائد 18 أو الكلام ده كله. لأ، هو ما بيعرفش يميز الحاجات دي. هو ممكن يكون بيميز اللي هي الشتايم، إنما ما بيعرفش يميز فيديوهات القرآن من فيديوهات الأغاني من الكلام ده كله. هو كل الفكرة إن هو عايزك تقعد أطول وقت ممكن على الأبليكيشن، فبيعرض لك الحاجة اللي أنت بتحبها.
فلو انت بتتفرج على فيديوهات قرآنية كتير فهو هيعرض لك الفيديوهات القرآنية دي، وجرب انت بنفسك وهتلاقي ان فعلا كلامي صح، هو بيعرض لك الحاجة اللي تخليك تفضل قاعد اطول فترة ممكنة. فما تجيش بقى تقول لي ان التيك توك بيعرض لك حاجات مش تمام، او التيك توك مثلا بيرشح لك حاجات انت مش عايزها. مفيش الكلام ده. هو ممكن يكون بيعمل كده بس مرة في اليوم، انما مش هتلاقيه طول اليوم بيعمل كده، ولا هتلاقيه طول اليوم بينزل لك في فيديوهات اغاني. لا، هو بيعرض لك الحاجة اللي انت بتحب تشوفها. فلو هو التيك توك لقى ان انت بتقعد على فيديوهات الاغاني وقت طويل فهتلاقيه بيعرض لك فيديوهات الاغاني دي. ولو الالجوريثم او الخوارزميات بتاعت التيك توك او اي ابلكيشن تاني لقيتك مثلا بتفتح فيديوهات قرآنية او فيديوهات تعلم او فيديوهات مثلا كويسة فترة كبيرة، فهو هيعرض لك الفيديوهات دي برضو عشان يضمن ان انت تفضل قاعد. المعادلة والقاعدة اللي ماشي عليها اي ابلكيشن، سواء كان فيسبوك، انستا، تيك توك، يوتيوب، اي ابلكيشن مهما كان هو ايه، هو ان يعني الهدف بتاعه ان هو يفضل بقعدك اطول فترة ممكنة. فلو عايز تسمع فيديوهات قرآنية ومش عايز التيك توك يرشح لك اي حاجة تانية، حاول فعلا تعمل كده. وبلاش ان انت تتفرج على فيديوهات ملهاش اي 30 لازمة وفي الاخر تيجي تقول ان التيك توك ما بيعرضش حاجات ملهاش لازمة. بس كده يا صاحبي، اشوفك على خير المرة الجاية ان شاء الله. سلام.